صح. حضرتك مسلمه ولا مسيحيه؟ لا انا مسلمه. طيب المسيحيين اسعد حالا من حضرتك. ليه؟ لان بيروحوا الكنيسه ويتعرفوا على بعض هناك، وتلاقي عريس جه شافها في الكنيسه وعايز يتجوزها. انت يا حبيبتي هتروحي فين؟ صح. هتروحي المسجد، هيجي لك واحد بدقن هيقول لك اتحجبي. انت فاهماني؟ فالقضيه كلها ان انت محتاجه تكوني متواجده في مكان فيه بني ادمين محترمين، حد يقرب منك، عايز يرتبط بيكي، عايز يتجوزك. العلم والإيمان. أسامة منير، FM. هو من صلاحيات الإذاعة إنك تشككها في دينها ولا إنك تدعي الناس لدينك؟ إحنا عن نفسنا ربنا قال لنا في القرآن لكم دينكم ولي دين. بلاش فزلكة بقى واستغلال المكان اللي انت فيه، استغلال يجي على دماغك في الاخر. وبعدين احنا عندنا الاختلاط في الاماكن المفتوحة، يعني مثلا شارع محمد علي، شارع عماد الدين، شارع جامعة الدول العربية، شغل كباريهات وخمارات، حاجات كده تحس ان هي مشبوهة. انتوا عارفين ليه ربنا عف المرأة؟ علشان لو هي رخيصة ما حدش هيبصلها. يا لهوي على الشباب، تفضل تقعد تلعب شمال ويمين وتجري وتهرش وتمرش، وتيجي عند الجواز يقولك انا عايز واحدة ما شافتش الشارع. اهو ده اسمه العفاف بقى، بيدفع فيه غالي قوي. على ما اظن يا اسامة انت ما تعرفش العفاف ده، والا ما كنتش دعيت الاخت المسلمة للكنيسة. اوبا، ده للكنيسة. انا مش عايز حد يفهمني غلط، اقسم بالله ولا فتنة ولا اي حاجة، انا برد على كلامه. هو طلع يتكلم صراحة وقال للاخت المسلمة احنا عندنا في الدين المسيحي ابسط من كده بكتير لا ما قالش ابسط، قال اسعد. يعني معنى كده بيحرضها على انها تسيب دينها. فانا كل العملية برد عليه بس والله ان الاختلاط عندنا في الاماكن المشبوهة، بس والله ده عندنا في ديننا احنا، مالكش دعوه بديني بقى، انت كده كده على ديانه. يا جماعه والله ما قصدي حاجه، انا برد على كلامه، اصله خنقني قوي. ما حدش يزعل مني بالله عليكم، اصل هي دي الحقيقه. الواحد ما يزعلش منها. يعني احنا عندنا في الاسلام ربنا سبحانه وتعالى كرم المراه، عف المراه، بعدها عن العين، امرها بالحجاب، حاجات كتيره جدا ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل المرأة سبحان الله من عفاف المرأة انه اداها شهوات اكثر من الرجل علشان تفضل ليه هو، مش عشان خاطر تدور على غيره. وفي نفس الوقت الراجل سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى خلى الطلاق في ايديه عشان خاطر يبقى عندنا في الرجال قوامون على النساء، مش زي النساء الست عصبية. فعفاف المرأة ده في كل شيء سبحان الله. ده حتى في الجنة، في الجنة ربنا سبحانه وتعالى هيخليها أجمل من حور العين نفسهم اللي موجودة مع جوزها. بس كده، ده كل جمعة بتزداد جمالا. تخيلوا بقى إن الجنة اللي هيدخلها المتقين، تخيل كده المتقين دول منهم اللي بيتقوا الله، اللي بيتقوا حرمات الله. اختلاط ايه بس يا استاذ؟ بص احنا ما عندناش حاجه اسمها اختلاط، الله يسامحك خلتني خرفت انا، والله ما قصدي حاجه يا جماعه ما تزعلوش مني، بس هي دي الحقيقه. المرأة عندنا في الاسلام ربنا كرمها وعفها، نبعتها حته تانية عشان تترخص؟ مش قصدي حاجه والله، هترخص، هو تمنها رخيص. طالما ما عندك فيه اختلاط يبقى رخصت خلاص، كل من هب ودب هيفعص فيها. واحنا بصراحه ما عندناش الموضوع ده، الا بقى اذا كان الخارجين عن قانون الله عز وجل، ودول حسابهم جهنم وبئس المصير. السلام عليكم، والله ما قصدي حاجه يا جماعه.